السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة كده يا رب ان شاء الله. انا عامل حجازية الاسكندراني بس على اصولها، يعني اتفرجوا بقى على جمالها وحلاوتها. دلوقتي انا حطيت كوبايتين عشان اعمل صينية كبيرة، كوبايتين ونص سميد، واحط كوبايتين ونص دقيق وذرة ملح صغيرة عشان السنة. اه الدقيق هحطه على السميد على الدقيق العادي اهو. تمام. وبنفس الكوبايه دي هحط كوبايتين سمنه على زيت او زبده على زيت حسب ما انت عايزه، او زيت خالص اللي عندك، او سمنه براحتك. يعني تحط الايدام دول، اللهم صل على النبي، 5 كوبايات هتحط لهم كوبايتين يا سمنه يا زيت يا زبده براحتك. انا هجيب الزبده واحطها قدامكم. انا حطيت كوبايتين، كوبايه زيت وكوبايه سمنه، زبده، وهحط كوبايه سكر. وطبعا حطيت ذرة الملح زي ما انتوا عارفين. وهنا حطيت هحطها بس في الكوباية دي كده. وهنا حطيت الخميرة مع كوباية، مع معلقة سكر واحدة بس عشان ايه تنشط الخميرة شوية. تمام. اما اعجن دي هعجنها، هحط لها المية بالسكر بالخميرة. اه شايفين حبايبي؟ بصوا السمنة اهي لازم تدعكيها كويس مع السميد ومع الدقيق عشان خاطر تشرب كله مع بعضه كده اهو. شايفه بقى شكلها ايه عامل ازاي اهو؟ تمسكيها كده تلاقيها مظبوطه اهو. 5 كوبايات يعتبروا 2 سميد ونص و2 ونص دقيق عادي، وعليهم كوبايه سكر، وعليهم اللهم صل على النبي ندعه ملح، وكوبايتين سمنه على زيت. واحط الخليط اهو اعجنه بيهم. الميه بالسكر، الميه يعتبر يعني معلقه واحده سكر، واعجنها كويس واوريكي. هي خدت كوباية ونص بنفس اللي كايلت بيه الدقيق والسمين، كوباية ونص مية. هي بتبقى عجينتها كده حلوة كده طرية. هي دلوقتي هتنشف كمان عشان السميد هيشرب المية اهي. شايفين اهي العجينة بتبقى بتاعتها حلوة كده، متبقاش ناشفة، تبقى يا دوبك ايه حلوة طرية. انا هسيبها ايه تخمر شوية على بال ما اعمل الخلطة بتاعت الحشو بتاعها. اه حبايبي السميد اهوت، دي كوبايه ونص سميد على كوبايه ونص سكر، واحط لها 3 معالق قرفه كده. انا عندي كاكاو بس هي بالقرفه احلى. انا هحط لها 3 معالق قرفه كده زي اللي بره بالظبط، وهقلبهم عليهم كده اهو اهو زي ما انتوا شايفين. وعندي شويه سودان اهم، دقيتهم وحطيتهم حطهم عليهم. عندك ما عندكيش انت حره. اي حشو عندك حطيه، ما عندكيش بلاش، وهي من غير اي حاجه بتبقى احلى اهي. زي ما انتوا شايفين كده بقلبه، وهرشه بس بالميه كده ايه زي الرمله بالظبط، اكنك ايه زي متبقاش ميتها ياما، يا دوبك ترش كده يعني تاخد نص كوبايه ميه الموضوع ده. هعمله واوريكي. انا قسمت العجينه بالنص اهو، النص احطه في الصينيه والنص التاني ايه احطه على الوش، واحط الحشو في النص. هبططها لان ايه ماسكه التليفون بايد واحده. هبططها واوريكي. شايفين حبايبي؟ بصوا قطعتها هي، خرطتها الشوكة الأول عشان خاطر ما تقبش، ورحت عاملاها بالشوكة برضو كده ايه اللي هي بتتعمل زي يوم ما بيعملوا كده في المحلات. وقطعتها سمبوسكات اهيت. وشوية كده اولع الفرن لما يسخن تكون هي ايه رفعت شوية، اروح حطها في الفرن واوريها لكم. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بصوا احلى حجازية، احلى من بتاعة المحلات 1000 مرة، ولا ريحتها قلب البيت وقلب العمارة كلها. بصوا جمالها، بصوا الارتفاع بتاعها حلو ازاي، والحشو باين من جوه ازاي جميل، وناعمة زي الحرير اهي. بصوا اهي، امسكيها كده تتفرج في ايدك اهي اهي. شايفة؟ ناعمة وجميلة. بصوا الجمال. بس اعملي نفس المقادير ده، انا عاملة صينية كبيرة قوي. بصوا الجمال عاملة ازاي، بصوا حلاوتها.
المقادير عندك وشوفيها على اليوتيوب واعملي زيها، هتعجبك قوي. طريقة جميلة وسهلة وسريعة، مش بتاخد منك وقت ولا لبن ولا اي حاجة، دوبك بالمية والخميرة، وهتعملي احلى بتاع ديت حجازية. يلا اعمليها يا حبيبتي وتهني. بص حلاوتها والله جميلة جدا، ولا ريحتها قلب الدنيا. القرفة بقى مخلية ايه الطعم، الريحة، احنا بنحب القرفة كتير فانا مزودة القرفة. بصوا على الجمال وعلى الحلاوة. يلا اعملوها يا حبايبي وتهنوا. يلا حبايب قلبي، مع السلامة، مع السلامة.